بعد تجارب كتيرة لعجينة بلح الشام أو صوابع زينب، جاية لكم النهاردة بأحلى وصفة ممكن تجربوها وتطلع معاكم ناجحة من أول مرة لو انتم مبتدئين. وعايزة أقول لكم اسمعوا كده صوت القرمشة وشايفين لونها الذهبي، وأقول لكم بإذن الله في الفيديو ازاي تطلع معاكم العجينة كده بتمط معاكم وما بتلزقش خالص، لأن العجينة بتاعت بلح الشام أو صوابع زينب من النوع اللي هي بتلزق شوية. وكمان هنعمل مع بعض الشربات وازاي تحتفظوا بيه لمدة 3 شهور كمان ما يسكرش معاكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي بسم الله. ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حلوين، تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اول حاجة كده نزلت بكيلو من السكر، ويا ريت السكر يبقى فاتح عشان يديكي لون فاتح للشربات. ونزلت عليه ب 500 ملي من المية، ورفعتهم على النار وما قلبتوش ولا جيت جنبه خالص. اول ما يبتدي يغلي كده معايا انزل عليه بعصير نص ليمونة، وبعد كده اسيبه يغلي 5 دقايق مع بعض كده خالص. وبعد كده اطفي النار، واول ما اطفي كده انزل عليه على طول بمعلقه صغيره من الفانيليا. عايزه اقول لكم الفانيليا بتدي له ريحه حلوه جدا، وبتضيف لاي حلويات بتحطيه الشربات فيها، تضيف لها ريحه وطعم حلو جدا. وبعد كده بتنزلي الكميه كلها بقى في بوله، في اي حاجه ازاز كده، وتسيبيه يهدى خالص. وبعد ما يهدى يتحط في التلاجة وتستخدميه ساعه ما تعوزيه في اي حلويات تحتاجوها. يلا بينا بقى نشوف عجينه بلح الشام. اول حاجه جبت حله كده ونزلت فيها بكوبايه من الميه، وطبعا الكوبايه المعياريه بنستخدمها في كل حاجه بتبقى هي. وبعد كده ضفت معلقه كبيره من السكر، وعليها 5 معالق من الزيت ورشه ملح، وارفعها على النار. واول ما الميه تغلي كده هبدا انزل عليها بكوبايتين من الدقيق ومعلقه كبيره سميد، وهقلبهم كده بالاسباتيولا زي ما انتم شايفين لغايه ما يختفي الدقيق تماما كده، وتشرب الميه كلها. واقعد اخلط يعني جامد كده لغاية أتأكد المياتش يبقى فيه أي لون أبيض خالص. بعد ما أتأكد كده ازاي، وأتأكد اللي هو الدقيق استوى ازاي يا شيماء، هقول لكم هتلاقوا فيه طبقة كده من الدقيق كده بتمسك في الحلة من تحت. كده خلاص معناتها اللي هو خلاص الدقيق استوى. هبدأ أشيله بقى أحطه في بولة كده تكون واسعة كده بحيث يتهوى بسرعة. وما ينفعش أشتغل فيه يا جماعة خالص وهو سخن، لازم يبقى دافي أو بارد كده. بعد كده خلاص لما برد معايا جبت 3 بيضات وتجيبوهم حجم وسط، ونبدأ ننزل بالتدريج. هننزل بيضة بيضة، وكل بيضة يا جماعة عليها نقطة فانيليا. يعني دي نقطة مش نص معلقة، لا دي معلقة صغيرة خالص بتاعت التوابل دي، يعني بتاخد نقطة صغيرة خالص. يعني كل الكمية معايا معلقة يعني بتاعت شاي من اللي هو كبيرة، في معالق صغيرة وفي معالق كبيرة. احنا هنجيب معلقة شاي كده وهنقسمها على كل بضاية، بحيث كل بضاية تاخد نقطة. وما ننزلش البضاية التانية إلا لما نكون يعني أخفينا معالم البيضة الأولى، زي ما انتم شايفين كده بالتدريج. ده خطوات مهمة جدا عشان العجينة بتاعتك ما تبص معاكي خالص وترجعي بعد كده تفشل وتقولي بقى ايه الطريقة كانت وحشة. لا، هي كده بالتدريج. وبعد ما عجنتها كويس طبعا لسه بتلزق معايا اهي، هابتدي انزل بقى المقدار اللي هيخلي معايا العجينه بتاعتي مقرمشه. واحنا طبعا المقدار ده ايه هو النشا يا جماعه، هننزل بمعلقه ونص من النشا، طبعا على مقدار كوبايتين من الدقيق. يعني كل ما تزودوا المقدار كل ما تزودوا النشا معاكم. فنزلت بيهم كده وقعدت دعكتهم كويس كويس كده وعجنتهم لغايه ما اختفى معالم الدقيق خالص. طيب يعني بيأثر يا شيماء؟ ما بيأثرش في الطعم ولا في اي حاجه خالص. بعد كده عايزه الم العجينه زي ما انتم شايفين كده يا شيماء وبتلزق معايا جامد. عايزه اقول لكم مسحه زيت خفيفه خالص في ايدك، وتبداوا تلموا بيها العجينه كده من البوله بتاعتكم، وتعجنوها كده هتلاقيها لمت معاكم ما عادش بتلزق خالص وفصلت. ودي الطريقه اللي بتخليش العجينه بتاعتك تيجي تشيليها كده تتلزق في ايدك وبتبقى يعني مش عارفه تخلصي ايدك منها. نيجي بقى للخطوه اللي بعدها، ودي اهم خطوه، اللي بنبتدي بقى ايه نشكل بيها صوابع الزينب او بلح الشام بتاعنا. اول حاجه نجيب كيس حلواني كده، تجيبوا الكيس المتاح عندكم. انا عندي كيس كده سيليكون بستخدمه، بس هو صغير شويه بس يعني ايه ماشي الحال بيه. وكمان جيبي القمع كده بتاع التشكيل، وتبداوا تدخليه جواه كده وما تزوديش عن كده اي حاجه خالص. طبعا العجينه بسبب مسحه الزيت اللي احنا عملناها تقدري تفصليها عن بعضها ازاي وتشكليها وتدخليها. حتى لو الكيس الحلواني بتاعك صغير زي بتاعي كده بتقدري تشكليه وتدخليه بكل سهولة. وبعد ما تدخليه كده تبدأي تنزلي كده العجينة بتاعتك لغاية تحت، وتتأكدي ان مفيش اي فراغات ومفيش اي هوا كده عشان تطلع معاكي بإذن الله قطعة واحدة. ما تيجي تشكليها تطلع معاكي قطعة واحدة كده.
وأول ما تنزّلي العجينة لتحت تبدئي تزوّدي المقدار بتاع العجينة بتاعتِك لغاية ما الكيس ياخد كده معاكِ، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. ولو أنتم كمّلتوا معايا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسوش بقى تحطّوا اللايك لو أنتم نسيتوا تحطّوه في الأول الفيديو، وكمان تشيّروا الفيديو كتير عشان كُلّه يستفيد من الفيديو، وأكيد أكيد يعني هيعجبكم بإذن الله لمّا تجرّبوها وتعتمدوها. زي ما أنتم شايفين كده دخّلت كده العجينة كلّها، يعني ما شاء الله الكيس أخد المقدار بتاع العجينة كلّها، واضغطها كده كويس واطلّع أي هوا كده. وعايزة أقول لكم تقدروا تعملوا المقدار ده مضاعف مرتين. وطبعًا أي عجينة بتفيض معاكم في البولة كده لازم تغطّوها بالكيس كويس عشان ما تنشفش معاكم. بعد كده نبدأ بقى نجيب الطاسة بتاعتنا ونحط زيت كده غزير و وعلى البارد خالص ما بنرفعهوش على النار، ونبتدي بقى ننزّل كده قطعة، قطعة. طبعًا أنا باحب أعمله مش طويل أوي، باحب أعمله صغير كده، يعني mini كده بلح شمس بلح الشام بتاعنا كده أو صوابع الزينب كده زقنطوطة يعني وهي لسه هتنفش معانا كمان وهتشوفوها ازاي حجمها بيتضاعف. بس تبدأوا تنزلوا الكمية كده وتقصوا بالمقص كده تحاولوا كل شوية تبلوه كده بنقطة زيت عشان يسهل معاكم. طب أنا يا شيماء ما عنديش كيس حلواني أصلا. طيب أنا عندي القمع بس يا جماعة اللي هي بشتغل بيه دي. هبتدي أحط قطعة بقطعة، وزي ما قلت لكم القطعة بتبقى سهلة خالص بعد ما يعني باعمل إيديّا كده بالزيت، بتبقى سهلة جدًا في إن أنتِ تدخّليها في القمع، وتدخّلي صابعِك كده من جوّه، وتبدئي تزُقّي كده، ومش محتاجة كيس حلواني خالص. يعني ما توقّفوش نَفْسكم على أي حاجة خالص، وتبدأوا برضه تقصّوا بالمقص زي ما أنتم شايفين كده، والمقص كل بين واحدة وواحدة كده وتبدأوا تبلّوه بالزيت، وتعملوا فواصل كده في المقلاية بتاعتكم أو الطاسة، بحيث ما يبقاش كلّه لازق في بعضه، عشان ما يتعبكيش بعد كده أمّا ييجي يغلي وكده. زي ما أنتم شايفين، بافرض واحدة مثلًا طلعت معايا معوجة شيليها ودخّليها تاني من الناحية التانية وضبّطيها وكلّه بيمشي تمام. يعني عايزة أقول لكم الطريقة مش صعبة خالص، بس بإذن الله يعني لو عملتوها هتنجح معاكم وما تقلقوش من أي حاجة خالص. بعد كده رفعتها على النار، عايزة أقول لكم النار تبقى هادية جدًا، يعني أنا سِبته على النار هادية خالص لغاية ما غِلى، ما استعجلتش عليه خالص، وهتسيبوه لغاية ما يبدأ يطلع لفوق كده. طبعًا بقية الكمية عملتها في الطاسة التانية و بدأت أهي تغلي أهي، برضه على نار هادية جدًا. عايزة أقول لكم من الأخطاء اللي ممكن تقعوا فيها، اللي أنتم مثلًا أمّا تنزّلوا بقى بلح الشام وخلاص أهو خلّصتوه وتطلّعوا المقلاية، تبدأوا تضيفوا بلح الشام اللي أنتم عاملينه الجديد في الزيت وهو سخن. لأ طبعًا لازم نسيبه يبرد تمامًا عشان الوصفة ما تبوظش معانا. ما ينفعش نضيفه يا جماعة والزيت سخن. فلو مستعجلين زي كده تقدروا تعملوا طاسة تانية، لكن ما ينفعش تحطوا الزيت سخن خالص. أنا حبيت أعمل الطاستين جنب بعض كده عشان أخلّص الكمية مع بعض في نفس الوقت، وأول ما يطلع من الزيت كده وياخد اللون الدهبي الجميل ده، أبتدي أنزّله على طول في الشربات اللي إحنا عاملينه مع بعض، وأقلّبه كده تقليبة سريعة، وأبتدي أنزّله على طول في مصفى، وما اسيبهوش كتير في الشربات. طبعًا الخطوة دي بتخلّيه يفضل محافظ على قرمشته، ويقعد بالقوام بتاعه أطول فترة يعني، وما يبقاش طري خالص. زي ما أنتم شايفين كده، وأول ما أقلّبه كده أبتدي أنزّله على طول في المصفى زي ما أنتم شايفين، و نزّلت الكمية التانية بعديها على طول. يعني ما خدتش ثواني على النار معايا، بس كل الموضوع يا جماعة وكل السِوَى بتاعه أنا عايطاه له وهو النار هادية خالص. أول ما أخد اللون الدهبي الجميل ده اللي علّيت عليه النار لغاية ما أخد اللون الدهبي الغامق اللي أنتم شايفينه ده. وأول ما يصفّى خالص أبتدي بقى أحطّه في الطبق تقديم، وعايزة أقول لكم بالهنا والشفا، حاجة كده تشرّفكم بإذن الله على السفرة بتاعتكم في رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين كده، سامعين صوت القرمشة بتاعته، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني لو أنتم مبتدئين وصدقوني وأوعدكم يعني من أول مرّة بإذن الله هيطلع معاكم ناجح، بس تمشوا على التفاصيل وعلى الطريقة واحدة، واحدة كده، وبإذن الله ما فيش حاجة هتُقف علينا بإذن الله. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله مقرمش جدًا من برّه وهش جدًا، جدًا من جوّه، كأنكم كده حاشيينه حاجة. يعني هو يعني ما فيهوش أي حاجة من جوّه، لكن الطعم من جوّه جميل أوي، أوي، أوي. فبجد هيعجبكم لو جرّبتوه. وما تنسوش بقى لو عجبكم تكتبوا لي كده الكومنت بتاعكم القمر كده، وتقولوا لي عملتوها كده وجرّبتوها وبإذن الله نجحت معاكم. ويا ريت بقى ما تنسونيش في الشير بتاعكم لكل حبايبكم، لأي حد كده عشان الوصفة كمان الكل يستفيد منها بإذن الله، واللايك بتاعكم الحلو. ولو كمّلتوا معايا الفيديو لغاية دلوقتي عايزة أقول لكم شكرًا جدًا،
وباحبكم جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين، وبكده الفيديو بتاعنا خلص، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.